تخيل تدخل مكان الزمن فيه ملوش سلطان، البشر بيموتوا والحضارات بتختفي وهم لسه نايمين، لا أجسادهم اتأثرت ولا الشمس أضرتهم. سنين طويلة جدا والكلب واقف على الباب، اللي يشوفهم يتملي رعب ويجري من شدة الفزع. إيه السر اللي خلى ربنا يمنع عنهم السمع عشان يناموا النوم العميق ده؟ وإزاي المعجزة دي خلت الناس كلها تؤمن بقدرة ربنا؟ صلي على النبي ويلا بينا نفتح كتاب الحكايات على حكاية جديدة من حكايات ديدو وليلي. كان يا مكان ولا يحلي الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تخيلوا معايا كده، نرجع لزمن قديم جدا قبل الإسلام بسنين طويلة. وقتها كان في ناس كتير بتعبد غير الله، وده كان الطبيعي عندهم. وقد ورد في بعض الروايات إن المكان كان مدينة اسمها أفسس، لكن القرآن ما حددش المكان ولا الزمان بشكل صريح. وسط الناس دي كان في شوية شباب، مش ناس عادية خالص، دول كانوا من أشراف القوم، يعني عندهم مكانة وعايشين حياة مريحة. بس رغم كل ده كان جواهم إحساس قوي إن اللي بيحصل غلط، وإن العبادة لازم تكون لربنا الواحد بس. الشباب دول منسقوش ورا الناس، بالعكس وقفوا مع الحق وأمنوا بالله من قلبهم بصدق، وربنا كافئهم على ده وزودهم هداية وثبات، زي ما ربنا قال في كتابه الكريم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومش بس أمنوا، لا، دول كمان كانوا شجعان جدا، وقفوا قدام الباطل من غير خوف، وربنا ثبت قلوبهم وقالوا بكل وضوح: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. لما خافوا على دينهم ونفسهم من بطش الملك هربوا للجبل وهم مش عارفين هيعملوا إيه. دخلوا الكهف وهم كأنهم بيسلموا مفاتيح حياتهم لخالقهم، وزي ما ربنا قال في كتابه الكريم في سورة الكهف آية 10: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهنا بدأت المعجزة، ربنا استجاب ليهم فوراً، وعشان يضمن ليهم نومة هادية من غير أي إزعاج أو صوت خارجي ممكن يصحيهم، عطل عندهم حاسة السمع تماماً، لأن الأذن هي الحاسة الوحيدة اللي بتفضل شغالة حتى وانت نايم. وزي ما وثق لنا القرآن الموقف ده في الآية 11 من سورة الكهف: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، يعني ناموا نومة عميقة جدا، لا صوت يقدر يصحيهم ولا سنين تقدر تأثر فيهم. ناموا سنين طويلة وربنا كان بيدير كل تفصيلة لحمايتهم. الشمس كانت بتدخل الكهف بمسار هندسي معجز عشان التهوية ومن غير ما تحرق جلودهم، وزي ما ربنا قال في كتابه الكريم في سورة الكهف آية 17: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وحتى أجسادهم ربنا كان بيحركها عشان لا تأكلها الأرض، وزي ما وثق لنا القرآن الموقف ده في الآية 18 من سورة الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. أما حمايتهم الخارجية فكانت بالرعب اللي ربنا وضعه في هيئتهم، وزي ما كملت الآية 18 من سورة الكهف وصفها: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. مر الزمان وسنين بتسلم سنين، والشباب لسه في نومتهم تحت حماية الخالق. ناموا مدة لو حكيناها بالمنطق البشري ما تتصدقش، ناموا 300 سنة كاملة بالحساب الشمسي، اللي هم بالظبط
309 سنة بالحساب القمري. وزي ما ربنا وضح لنا الإعجاز ده في كتابه الكريم في سورة الكهف آية 25: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولما جه أمر الله إنهم يصحوا، فتحوا عينيهم وهم فاكرين إنهم ناموا ليلة واحدة أو حتى كام ساعة. الجوع كان شديد عليهم، فقرروا يبعتوا واحد منهم، وبعض الروايات التاريخية بتقول إن اسمه يمليخة، عشان ينزل لمدينتهم أفسس اللي هي حالياً موجودة في دولة تركيا. وكان الكهف ده موجود في جبل اسمه بنجلوس. يمليخة نزل عشان يشتري أكل، بس بشرط يداري نفسه ويتخفى عشان الملك الظالم دقيانوس ورجالته ما يعرفوش طريقهم. وزي ما وثق لنا القرآن الموقف ده في الآية 19 من سورة الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وهنا كانت الصدمة اللي ما كانتش على البال. يمليخة دخل المدينة لقى كل حاجة اتغيرت، البيوت، اللبس، وحتى وشوش الناس. ولما جه يدفع تمن الأكل وطلع الورق أو العملات الفضة اللي معاه، البايع وقف مذهول وقال له: انت لقيت كنز، العملة دي من مئات السنين. الخبر وصل للملك المؤمن اللي كان بيحكم وقتها، وعرفوا إن الشباب دول هم نفسهم اللي هربوا من سنين طويلة. وربنا خلى أهل المدينة كلهم يشوفوهم عشان يتأكدوا إن اللي يقدر ينيم بشر 3 قرون ويصحيهم قادر يحيي الموتى يوم القيامة. وزي ما ربنا قال في كتابه الكريم في سورة الكهف آية 21: ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. قصة أصحاب الكهف مش مجرد حكاية عن نومة طويلة، دي رسالة لكل واحد فينا بتقولك إنك لو استعنت بالله بصدق وسبت الدنيا ورا ظهرك عشان مبدأك، ربنا هيسخر لك المستحيل والكون كله عشان يحميك ويحفظ ذكرك ليوم الدين. دي كانت أول حكاية معانا في سلسلتنا الجديدة قصص من القرآن. استنوني عشان نفتح كتاب الحكايات مرة تانية ونتقابل في قصة جديدة ومعجزة تانية تهز القلوب وتغير المفاهيم على قناتنا حكايات ديدو وليلي. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.